السلام عليكم، نهاركم مبروك. نتمنى تكونوا على خير وبخير. ديجا كان واحد المرشح هنا كيخدم، والملاحظه اللي لاحظنا انا واختي بشرى. صباح النور. صباح الله. لا مريم، كي درتي على خير؟ مزيان، مرحبا بك. دخلي انت معنا في الفيديو. كندير واحد التوضيح للمرشحين. دخل اختي جلس. مرحبا. مرحبا. توضيح للمرشحين اللي دابا مقبلين على اجتياز الامتحان، ان المشكل اللي كان واقع هو غالبا داك المرشحين كاع كلهم كانوا كيحفظوا في البي دي اف. اذا فاش كانوا كيجيوهم اسئله عاديين كانوا كيجاوبوا صحيح وما كيكون حتى شي مشكل، ولكن فاش كيكون داك الاسئله اللي فيهم 3 الاختيارات وجوج اختيارات و4 ديال الاختيارات، معظم المرشحين كانوا كيغلطوا وما كيجيبوش في المعدل ديالهم، او كي مع راسو كيقول باللي راه هو جاوب صحيح ولكن ما جابش 40 على 40. كتلقى شاف راسو باللي جاوب على كلشي صحيح، ولكن في التالي كتلقى جاب 32 33 34، او يقدر يجيب قل من المعدل ديال النجاح اللي هو 31، اللي هو 32. يعني ما يجيب 31 او 31 ما ينجحش. اذا هنا فاش بقينا كنلاحظوا انا واختي بشرى باللي الاسئله اللي كاينين دابا في المنصه من الاحسن ان كل مرشح انه يدخل ويقراهم ويستافد منهم، حيت هادو ما غالطينش، حيت الوزاره اللي دايرهم او الوكاله اللي مسؤوله الوصيه على هذا القطاع هي اللي دايراهم مراجعهم بشكل صحيح، ماشي بحال البي دي اف اللي كانوا قبل. البي دي اف كان فيه مشكل ان ناس عاديين كانوا كيجيو كيديروا كيحط داك البي دي اف كيحط هو الجواب اللي بغا، يقدر ما يكونش اصلا مدرب ديال السياقه، وكيحطوا فيديوهات باليوتيوب وكيجلسوا يشرحوهم بالمنطق ولا بالطريقه اللي هو رشقات له عليها، ماشي بالطريقه اللي هي صحيحه واللي هي قانونيه. نتمنى ان كلشي يستافد من هذا الشيء هذا. شنو كتقول اختي بشرى؟ انا كنصحكم تدخلوا المنصه وتشوفوا، لان فيها الاجوبه الصحيحه اللي غادي تكون هي اللي غتلقاوها ان شاء الله في الامتحان. هذاك الشيء راه في المتناول، ما تخافوش، ان شاء الله بيكون غير خير. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، حيت هما نفس الاسئله ما كاينش تغييرات، ماشي تغييرات، هي كاين تصحيح لبعض الاخطاء اللي كانت في البي دي اف واللي كانت على واحد الكود اللي كان قديم اللي من 2010 او قبل 2004. هو كاين داك الكود روسو اللي هما اسئله قدام اللي تغيروا فيهم بعض الاسئله اللي عندها علاقه بالوثائق، عندها علاقه بالمخالفات اللي تبدلات. هذا هو الفرق اللي كاين، ماشي شي حاجه بزاف. يعني غتلقاو نفس الاسئله، ولكن من الاحسن تدخلوا المنصه باش تاخذوا اسئله اللي هما صحاح واللي غيخليكم انكم تنجحوا فيهم. شنو بغيتي تقول؟ ما تنساوش تدخلوا الغرامات ومبادئ السلامه الطرقيه، لان راه محور مهم حتى هو غادي تحط منهم بعض الاسئله. كنتمنى لكم التوفيق. ضروري اي سلسله بحال بغينا نقولوا حنا هنا فاش كتكون كتقرا واحد العدد ديال السلسلات ولا عدد الاسئله اللي كنقولوا حنا تقريبا 1000 سؤال، ولكن هي مازال ما كاينش 1000 سؤال، راه كيتحطوا تدريجيا. والغرامات ضروري يحطوا لكم واحد جوج اسئله ولا ثلاثه عندهم علاقه بالغرامات، باش الواحد انه يتمكن مزيان ويستافد ويعرف ويحس بالمسؤوليه ديالو على الطريق من بعد ما غادي ياخذ الرخصه ديالو. نهاركم مبروك.